سلام البنات، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيت اليوم باش نحضر معكم هذه الطاوله اليوم الثاني كاقتراح للبنات اللي حبوا يديروا هكا وصفات خفاف ويتحير لهم واش يديروا. حبيت نشارك معكم الطاوله تاعي. لهنا كنت حضرت هذه الميني بيتزا، حضرت البوراك بحشوه الدجاج، حشوه الشاورما، يجي بزاف بنين. ودرت كغاتا بوازي بكريمه خفيفه ويجي مشمخ واسهل منه ما كانش. قبل ما نروحوا للوصفه البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد جامل الفيديو. ونروحوا للوصفه. اول حاجه لهنا البنات كما راكم تشوفوا، لهنا حبيت نبادي لكم على هذاك الكغاتا. اول حاجه البنات لهنا كان عندي صدر تاع دجاج، قسمته على زوج، نص درت به الكراتان بوازي تاعي ونص درت به البوراك، قسمته على زوج. لهنا ديت هذاك الطرف الاول قطعته هكذا مربعات، نقطعوه هكذا مربعات صغار ونروحو نتبلوه. شوفوا البنات، انا نحب ندير بنص زدر تاع دجاج نخرج منه زوج حوايج خير من ندير زدر كامل وتجي كونتيتي كبيره وتقعد. سيرتو رانا في رمضان نشتيو نذوقو، يعني نشتيو ننوعو نشتيو هذاك، ماشي لازم نديرو كونتيتي كبيره. نروحو لهنا واش نديرو التوابل تاعنا تاع الدجاج. عندي مغرفه صغيره زبده، عندي فلفل احمر، فلفل اكحل، التوابل تاع الدجاج، وعندي مغرفه كبيره موطارد، عندي ملح. شوفوا البنات قيسوا بمغرفه صغيره تاع القهوه ديروا نص 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 من هذا التوابل. وثوم البنات، الثوم اساسي، ما تكثروش الملح البنات لخاطر من بعد رايحين نديروا في هذيك الكريمه تاعنا. نتبلوه مليح مليح الدجاج، لازم حتى نشوفوه تتبل مليح مليح. نغطيوه ونحطوه في الفريجيدار واحد العشر دقائق ولا ما نخليوهش بقى، يعني حق ما يشرب برك هذيك التوابل. الا هنا نروح نجيبو مقله نديرو فيها زوج مغارف كبار زيت ونحطو الدجاج تاعنا. لهنا البنات زيدوا الغاز شويه باش الدجاج تاعكم ما يجيكمش يابس. الدجاج يحب النار قاويه شويه، ماشي تكون قاويه حتى يسحرق لكم، شويه رايحه للقاويه. نبداو نخلطوا هكذا في الدجاج تاعنا. راح نخلي لكم كامل التوابل في صندوق الوصفه البنات. لهنا نروحوا نقليو عفوا نطيبوا الدجاج تاعنا، قلت لكم على نار تكون شوي قاويه. نقعدوا هكذا نخلطوا ونحركوا. جامي ديروا للدجاج تاعكم الماء البنات، الدجاج كما تقولها ماما ما عنده حتى روح، ثم ثم يطيب. وزيد يحب النار القاويه باه ما يجيكمش يابس. وغطيوه البنات باش يطيب لكم الدجاج، ديما غطيوه غطيوه خليوه يطيب. غير تشوفوه طاب نحيوه من هذيك المقله تاعكم. والمقله تاعنا نخليوها، شتو الزيت تاع الدجاج هذاك اللي طلقوا لاصوص تاع الدجاج اللي طلقوا نخليوها. نروحو نزيدو فوقها مغرفه تاع زبده ونروح نجيبو الشامبينيون. لازم البنات لهنا الفطر تاعكم تكونوا غسلتوه مليح مليح لخاطر راهو يجي مالح وتخافوا يفزد لكم هذاك يفزد لكم الكغاتان تاعكم. تما اغسلوه مليح مليح، قطروه مليح مليح ونزيدوه لهذيك الزبده ولاصوص تاع الدجاج اللي كنا قبيله اللي طلقها الدجاج. زدتلو لهنا شويه برك فلفل كحل باش ما يجينيش هذاك الشامبينيون صامت. ونقعدو نخلطوه هكذا حتى يتقللنا مليح هذاك الشامبينيون. لهنا البنات تقدروا ديروا بصله في بلاصه الشامبينيون، تجيبوا حبه بصله تقطعوها رقيقه وتقليوها في هذاك الزيت. نخليوها هذاك حتى هذاك الشامبينيون تاعنا يشرب مليح هذيك لاصوص ما تنشف. ونروح نجيبوا كاس كريم فريش البنات، اي نوع تحبوا اخدموا باي نوع كريم تاع فريش. شوفوا لهنا قصت كاس تاع قولوا 220 ملي، زدتها له غير نشوفوها هزت الغليه هذيك الكريمه تاعنا. ونروح نزيدوا لها الفرماج. الفرماج اختياري يا بنات، زيدوا لها واش تحبوا. انا لهنا زدت لها مغرفه كبيره فرماج طلي، وكان عندي شويه فرماج مبشور ثاني زدتو لها. نتوما زيدوا واش تحبوا، تقدروا تزيدوا غير فرماج للطليه البنات، ماشي لازم تزيدوا هذاك الفرماج رابي. ونكملوا نخلطوه حتى يذوب لنا. اذا شفتوها جاتكم عاقده بزاف زيدوا لها نص كاس حليب. انا لهنا بانت لي بلي عاقده بزاف بزاف ولي زدت لها نص كاس حليب، ما تزيدوش فوق النص كاس البنات. اللي تشوفها ما جاتهاش عاقده تخليها كيما راهي، ولا تزيد لها يا ربع كاس يا نص كاس، المهم نتوما اللي تتحكموا فيها، ما تخليوهاش تجيكم ثقيله بزاف باش تكفيكم. هاي لهنا زدت لها قلت لكم نص كاس تاع حليب.
خليتها ثانية زدت غليت شوية برك مش بزاف مش حاجة يا البنات وطفيت عليها. ودوكا البنات باش تجيكم ديما باش تجيكم هذه الصلصه تاعكم زاكيه، خلطوا كلش مع بعض. لا انا جبت هذاك الدجاج تاعي اللي كنا طيبناه، ولا انا قليت بطاطا درتها مربعات صغار برك وخلطتها لهذاك الدجاج. خلطت كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا مع هذيك الصلصه اللي كنا طيبناها، وعمرت هذو لي غامكات تاعي البنات اللي يدخلوا للفرن. ونديروا جبن مبشور من الفوق. لهنا شوفوا ديت لي زوج كبار بصح والله يا البنات هادو ديجا شغل العراض يهزوا تاع الصح. جا طبق مشبع، جا طبق صح يشبع وبزاف بنين. لهنا درت فرماج رابي من الفوق برك ودخلته للفرن البنات. انا شعلت له غير من الفوق برك باش يذوب لي هذاك الفرماج، وخرجته ما خليتوش يطول في الفور. حق برك ما ذيب لي الفرماج، قلت لكم شعلت له غير من الفوق خاطر كلش طايب باش ما ينشف لكمش ويجيكم قاسي بزاف. وهذا الشكل تاعو يا البنات شوفوا كيفاش يجي من الداخل الله يبارك. شوفوا هذيك الصلصه تاعو كيفاش تجي بزاف بنينه ويجي مشمخ حتى للقلب. ان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم. ونروحوا دوكا للطبق الثاني اللي هو بوراك بالشاورما. وعندي لهنا نصف صدر تاع دجاج كنت قطعته مربعات صغار ونروحوا نتبلوه. فلفل احمر، عندي توابل تاع الشاورما، عندي فلفل اكحل، عندي ثوم، عندي ملح. البنات قيسوا بالمغرفه الصغيره تاع القهوه ديروا نص مغرفه من كلش. وعندي لهنا ثاني نص مغرفه كبيره موطارد، وعندي مغرفه صغيره هريسه، وعندي زوج مغارف كبار زيت. هذا مكان هذا واش عندي فيها. ديما قلت لكم المقادير راح نخليهم لكم في صندوق الوصف. نخلطوا كلش هنايا، نغطيوه ونخليوه في الفريجيدير 1 ساعة باش يشرب لي كامل هذوك التوابل. ولا هنا كما راكم تشوفوا عندي حبة بصلة صغيرة اللي رايحة دوك. لهنا نزيد برك مغرفة صغيرة هريسة كنت نسيتها. الثومة البنات اجباري ما تنساوهش. ودوكا نروحوا نطيبوا هذيك البصلة تاعنا. لهنا درت قولوا مغرفة ونص هكذا ولا مغرفة ولا زوج تاع زيت. ودرت هذيك البصلة اللي كنت قطعتها قطعوها رقيقة البنات. قلت لكم حبة بصلة متوسطة قطعوها رقيقة. نخليوها شوية تذبل في هذاك الزيت، ما تغفلوش عليها بها ما تسحرق لكمش. من بعد نروح نجيبوا الدجاج تاعنا هذاك اللي كان استراح اللي كان في الفريجيدير، نزيدوه للبصله كما راكم تشوفوا. لهنا ديما نقول لكم الغاز خليوها شويه قويه. نقعدوا هكذا نخلطوا باش هذيك عفوا البصله ما تسحرقش، ونخليوه يطيب في عقله. لهنا ديما يا البنات الدجاج قلت لكم ما تزيدولوش الماء، غطيوه خليوه يطيب بلاصوص تاعو، خليوه يطيب الدجاج يطلق ماء ويطيب في ماء. كان تزيدوا له الماء راح يجيكم صامت. خليوه يطيب لازم حتى ينشف مره من هذيك لاصوص تاعو، لازم ما نحتاجو حتى قطره. شوفوا كيفاش راهو كل مره يطلق الماء تاعو حتى ينشف طول. وديما نوصيكم البنات النار ما تكونش قويه، لازم ما تكونش عفوا ناقصه، لازم تكون شويه رايحه القاويه. ولا انا شوفوا بعد ما نشف لي شوفوا كيفاش هذاك البصل هذاك تكرمل لي. لا انا شوفوا قسمته على زوج، هذاك شويه تاع دجاج خليته وحده، وهذا درت له فرماج، درت له مغرفه كبيره برك فرماج اللي طلي ديروا اي نوع. خلطوه له حطيته فوق النار ذاب لي برك هذاك الفرماج مع هذاك الدجاج. ودوكا نروحو نبداو نخدمو. لهنا انا صراحه عجبني لي زدت له الفرماج، جا خفيف وجا بنين يهبل. ديما نقول لكم البنات ما تكثروش الملح خاطر راهو الفرماج راهو مالح، تما باش ما تخدعوش فيه هذا مكان. ولا هنا نديرو باي طريقه اللي نتوما موالفين ديروها. نص خدمتهم بهذيك لافاخ تاع الدجاج وحده وزدت له برك طرف فرماج، والنص الاخر درتو بالفرماج والدجاج اللي كنت خدمتهم قبيله. هذا مكان ونطويوه كيما تحبوا. وهذا اللي انا هاني بعد ما وجدته ونروح نقليه. لهنا السر تاع البوراك البنات انكم ما تكثروش الزيت، لازم يكون غير شويه الزيت وما تضلوش تحركوا فيه، والنار تكون شويه قاويه ماشي قاويه متوسطه باش الدجاج تاعكم باش عفوا البوراك تاعكم يطيب لكم.
هذا مكان وها ولهنا الله يبارك. شوفوا كيفاش جا هذا، والله غير جا بزاف بنين تاع الصح، جا بزاف خفيف، ذوقوا فيه ريحه الشاورما، سيرتو الا كان درتولو هذيك التوابل تاع الشاورما تعطيه واحد النكهه تسخف. وشوفوا من الداخل كيفاش يجي مشرمخ، ما يجيش ناشف مره. ودوكا نروحو نوجدو الميني بيتزا تاعنا. لهنا عندي 3 كيسان فارينه قسوا باي كاس، انا قست بهذا الكاس تاع 220 ولا. وعندي كاس حليب دافي، زدتلو مغرفة كبيرة سكر ممسوحة ومغرفة ثاني تاع خميرة تاع المطلوع. هذا مكان زدتهم لهذاك الكاس تاع الحليب، خلطتهم غير هكذا بالفوري من الفوقه حتى تخلطت لي مليح. ومن بعد ولي زدتهم لهذوك قلت لكم 3 كيسان فارينة. لهنا زدت مغرفة صغيرة تاع ملح، وزدت 5 مغارف كبار زيت ولا 4 كاس زيت البنات. لهنا راني قست لكم بالمغرفة، قيسوا بالكاس اللي تحبوا. ونقعدوا نخلطوا. انا الفارينه تاعي تالمو تشرب، وليت رحت جبت هذاك الحليب وبديت نزيد بشويه ونخلط. ثم دات لي الحليب كلش كاس، قولوا كاس وربع حليب، وكل وحده وفارين تاع البنات. ثم الكاس الاول زيدوه اوفيسيال، والكاس الثاني ابداو زيدوا منه بشويه، كل وحده وفارينتها. من بعد اعجنوها البنات. ضروري انكم تتحصلوا على العجينه تكون طريه، لازم طريه ولا راح تجيكم حجره هذه البيتزا. سمعتوما ديما خليو عجينتكم طريه هكذا. نقعدوا نعجنوا فيها. من بعد جبت مغرفه صغيره مارغرين تكون بحراره الغرفه، زدتها العجينه تاعي ودخلتها فيها كما راكم تشوفوا. من بعد وليت قلبتها في الاناء تاعها كنت دهنته شويه بالزيت، غطيتها بابي فيلم وحطيتها في بلاصه دافيه. شوفوا كيفاش نتحصلوا على هذيك العجينه قلت لكم لازم تكون طريه يا البنات، طريه على قد ما تقدروا ولا ماهيش راح تجيكم مليحه. لا انا قلت لكم غطيتها حطيتها في بلاصه دافيه وخليتها تخمر. شوفوا بعد ما تخمرت انا لهنا كان راح عليا الحال، سينو راهي تخمر لكم اكثر. من بعد نبداو نخدموا. لهنا خدمت الطرف الاول كما راكم تشوفوا، قسمتها على زوج. هذاك الاول قلبته في البابي فيلم باش ما ديرليش القشره، وهذا الطرف الثاني هذا اللي خدمته. راح نبدا نخدم. درت شويه فارينه من تحت برك، حليتها ما تحلوهاش رقيقه وما تحلوهاش خشينه، حلوها متوسطه. ومن بعد نجيبوا اي كاس ولا طابع ولا ونحلوها. لا انا صلصه الطماطم باش ما يجينيش الفيديو طويل راح نخلي لكم رابط الوصفه تاعها في صندوق الوصف. درت من فوقها صلصة طماطم، درت فرماج، درت زيتون، درت طون، كل وحده يعني واش تحب دير من فوقها. ودخلتها الفرن. الفرن يكون قوي على اعلى درجه. انا اعلى درجه تاعي هي 270. راهي ما تديلكمش طياب بزاف البنات، ميم با 10 دقائق ولا اقل من 10 دقائق تلقاوها طابت. ويذوب لكم الفرماج. هذا مكان ندخلوها لهنا للفرن. وشوفوا الله يبارك فيه جات، والله البنات غير جات قطن. وهذا مكانه في الاخير البنات. ان شاء الله يعجبكم واش حضرت معكم اليوم، وقولوا لي في التعليقات واش راكم حابين ندير لكم. وما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير، صحه فطوركم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. دعواتكم ماما بالشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.